المديد، والتي كما تابعنا عبر قنوات بين سبورتس 4 أهداف لا شيء، وتألق فيها لاعبنا المغربي إبراهيم دياز. حقيقة تألق المغاربة سواء على مستوى المجموعة أو الأفراد واضح جدا. الانتاج المغربي واضح جدا، انتاج عالي الجوده فيما يخص الالقاب بالنسبه للفرق وكذلك المنتخبات وكذلك اللاعبين. على سبيل المثال تالق دياز اليوم، هو سيلعب نهائي دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. هناك امين عدلي سيلعب نهائي الدوري الاوروبي مع باير ليفركوزن. هناك ايوب الكعبي سيلعب نهائي دوري المؤتمر الاوروبي مع اولمبياكوس. هناك رضا سليم سيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا مع الاهلي المصري. هناك سفيان رحيمي سيلعب نهائي دوري أبطال آسيا مع العين الإماراتي. هناك أسامة إدريسي سيلعب نهائي الكونكاكاف مع باتشوكا المكسيكي. هنيئا لكم بهذه المواهب وبهذه. نهضة بركان سيلعب نهائي أمام الزمالك.